السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي اللهم صل وسلم. أنا نتكلم عن لغة بايثون مثلا. سأكون عند الكورس حنشرح لكم عن مقدمة لغة بايثون. مثلا بايثون لغة مميزة وزينة، تستخدم مجالات كتير. مثلا في مجالات كتير تستخدم مثل مجال تطوير مثلا. لا تستخدم تطوير ألعاب، وتحرير مثلا تحرير بيانات وتطوير مواقع، أو تحرير بيانات. مثلا تستخدم مجالات كتير وتستخدم بايثون تستخدم في كل شيء، أجهزة والأرقام، لأنه مطلوبة في السوق. إن تتعلم لغة بايثون أسهل شي بايثون تتعلمه. بعد ما تتعلم بايثون راح تتعلم لغات كتير مثلا مثل جافا، سي سي بليس، عدد لغات. بايثون تستخدم الذكاء الصناعي، تستخدم مجالات كتير، وتستخدم الأمن السيبراني. بايثون تستخدم مجالات كبيرة. بغيت تستخدم مجالات كتير، لأن بايثون مطلوبة في السوق وسهلة التعلم، وهي أسهل لغة. بعد ما تتعلم لغات أخرى بسهولة، لأن هي لغة مطلوبة في السوق وفي كل تطويراتها ذات اليوم ما شاء الله. اليوم نتكلم عن بالحسن، يعني مميزة ما شاء الله. اسمه لا تنسوا الصلاة على النبي أفضل شيء، واشتراك في القناة كي يوصلكم كل شيء جديد إن شاء الله. نبدأ في الكورس. هذا الكورس إن شاء الله كورس بايثون، ودنا ننشره على يوتيوب إن شاء الله بإذن الله تعالى. أهم شيء لا تنسوا الصلاة على النبي، وأخوتنا في غزة الدعاء لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم الصحة.